هنعمل مع بعض النهارده يا بنات احلى ايس كريم، طريقه حلوه وجميله وزي العسل، ان شاء الله تعجبكم وتبقى عند حسن ظنكم يا رب. شايفين جماله؟ حاجه كده زي الفل. قبل ما ندخل نشوف احنا عملنا الايس كريم ده ازاي وازاي حلاوته وجماله دي، وطبيعي 100% من غير اي مواد حافظه خالص. ما تنسونيش في الشير واللايك، والسبسكرايب كمان. واللي اول مره يزور قناتنا يعمل لنا ايه؟ ينزل يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، وشيروا الفيديو لحبايبكم واخواتكم واصحابكم علشان نستفيد كلنا. وقبل ما نبدأ الفيديو عايزاكم تخمنوا ايس كريم ايه ده قبل ما نبدأ. هم عارفين طبيعي 100%. الف هنا وشفا يا رب. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتبقى عند حسن ظنكم ان شاء الله. تحفة تحفة. يلا بقى ما نطولش عليكم ونخش نشوف الطريقه الحلوه قوي 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 بتاعه الايس كريم دي ونستفاد كلنا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه كويسه. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه قوي كلنا بنحبها في الصيف، كبار وصغيرين، ولادنا واحنا وكل الناس يعني. واليومين دول كل الناس عندها مانجا بقى، واحسن حاجه في الوقت ده في الفاكهه كلنا برضو كبار وصغيرين بنحبها هي المانجا طبعا. محدش يختلف عليها طبعا. حتى لو الواحد تعبان برضو ما بيقدرش يقاوم يعني، والولاد يعني انتحار فيها يعني. لا بالهنا والشفا يا رب. فهنعمل لهم النهارده ايس كريم المانجا بطريقه حلوه قوي، وان شاء الله تعجبكم وتبقى سهله عليكم برضو وتبقى زي الفل. تمام كده. عندي كوبايه لبن. انا كنت حاطه كوبايه اللبن دي في الفريزر متلجاها، وكنت حاطه برضو ميه معاها. وعندي 4 معالق كبار كريم شانتيه، 4 معالق كبار. تمام. وعندي معلقتين لبن. معلقتين لبن البودر دول بيدوني تيست في الطعم يا جماعه حلو جدا جدا. انا بحب احطه. تمام كده. وعندي هحط كوبايه اللبن بتاعتي اللي انا متلجاها اهي، وهحط كمان كوبايه ميه من المتلجه اللي انا كنت حطاها معاه. تمام كده اهو. هنعمل احلى ايس كريم. المانجا بتاعتي طبعا متقطعه متخزنه، ما عليهاش طبعا ميه خالص. تمام كده. هحط بقى هنا زي ما تحبي. عايز تحطي الكريم شانتيه بتاعي طبعا خام. هحط 3 معالق 4 معالق براحتك خالص سكر بودر. ادي 2، ادي 3. المعالق بتاعتي معالق هرميه في الكريمه، في اللبن، في السكر. تمام. انا حطيت 3 معالق. اللي حابب يزود اكتر من كده يحط براحته خالص على حسب ذوقه في الطعم يعني. تمام. انا همسك ده اديله ضربه كويسه كده لمده 10 دقايق. تمام كده. وارجع لكم تاني. انا هدي على اقل سرعه من الاول قبل ما يتقلب، وبعدين هبدا واحده واحده اعلي السرعه. تمام كده. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت نقطتين فانيليا. تمام. وهبدا بقى انزل بالمانجا بتاعتي كده. شايفين الخليط بتاعي بقى عامل ازاي يا جماعه؟ المانجا كده بصوا اهي، بصوا ناعمه خالص. هي بقت دلوقتي فكت وبقت ناعمه اهي اهي. هنزل بالخليط بتاعي ده بقى عليها واحده واحده برضو كده ونشغل اهي. كلها سايبه كده في بعضها. بصوا مرمله بقى، بقت مرمله كده، بس متلجه اهي. فهي حته التلج بتاعتنا بس ناعمه. تمام كده. بصوا بقى الخليط بتاعي عامل ازاي. بصوا خليط كده زي الفل. هو ده اللي انا عايزاه. شايف؟ هنزل بقى بالمانجا بتاعتنا كده. المانجا بتاعتنا قلنا معلهاش اي ميه، اللي احنا زي ما بنخزنها بالظبط. انا مخزناها كده. تمام كده اهو. هنزل بيها كلها كده. اللي حابب طبعا يستغنى عن نقطه الفانيليا اللي انا حطيتها دي يستغنى عادي خالص ويستكفى يعني بطعم المانجا. بس ده يعمل ميكس معانا حلو قوي. نبدا نشغل واحده واحده علشان اهو كده. وندور تاني عشان لو حته التلج بتاعتنا جامده شويه، بس هي مش جامده، هي ناعمه المانجا يعني، برضو تدوب براحتها خالص. تمام كده اهو. نحاول نكسرها على قد ما نقدر علشان ما تأذيش برضو المضرب بتاعي اهي.
بص يا بنات كده زي الفل. شايفين بقى المانجا بتاعتي او الايس كريم بتاعي حاجه كده من الاخر. شايفين عامل ازاي اهو ايس كريم. بصوا هيبقى جامد جامد اهو. نبدا نجيب بقى العلب بتاعتنا اللي هنحط فيها كده. انا جبت العلب بتاعتي خلاص، وهبدا بقى ايه احاول اشيل المضرب بتاعي بقى كده. نضفناه من كله ونبدأ ايه ناخد الحلة بس بتاعتنا ونفضي بقى الخليط ده كده بس كده اهو. ادي الخليط بتاعي اهو. شايفين عامل ازاي؟ بصوا يا جماعة احلى ايس كريم ممكن تعملي، وسهل وغير مكلف خالص خالص خالص. العلب بتاعتي مغسولة وناشفة خالص من اي مية. تمام. وعلى الفريزر مش اقل من 6 ساعات. مش اقل من 6 ساعات طبعا في الفريزر، كلنا عارفين طبعا الموضوع ده، عشان الايس كريم بتاعنا يبقى متماسك وزي الفل. تمام اهو كده. تمام زي ما قلت لكم كده مش اقل من 6 ساعات. هنحط بقى ايه الايس كريم بتاعنا في الفريزر. تمام كده بس كده عشان نمسح بس العلبة كده بس، مفيش اي حاجة. او نقطة كمان هنا نمسحها كده بس خلاص. وبعد 6 ساعات بنغطي كده العلبة بتاعتنا كويس. لازم تبقى متغطية كويس. هنغطيها كويس وندخلها الفريزر، واول ما نطلعها ونخرجها من الفريزر انا هوريهولكم على طول ان شاء الله يعجبكم عند حسن ظنكم يا رب. استنوني ما تروحوش في اي حته لحد ما نطلع الايس كريم بتاعنا ده من الفريزر ونشوف جماله وحلاوته. وادي يا بنات بعد 6 ساعات انا طلعت الايس كريم بتاعي، واحلى ايس كريم هتاكلوه في حياتكم، وولادي هياكلوه وانتوا كمان لو جربتوه يبقى حلو جدا. الف هنا وشفا يا رب. حاجه طبيعيه كده وزي الفل. يا رب يكون الفيديو بتاعه عجبكم ويكون خفيف عليكم دايما. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. دقت الايس كريم يا جنى؟ حلو. ايه حلو ولا مش حلو؟ لا قولي الحقيقه. جامد جامد احلى من بره. تحفه. اعملوا لاولادكم ما تستخسروش فيهم، هم اللي هياكلوا. الف هنا وشفا يا رب. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ويبقى عند حسن ظنكم دايما. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واو واو واو. باي باي.